أين الطريق للمعالي يا صديق؟ دلني حارت خطاي في بنيات الطريق. دربنا درب الفلاح، درب علم ونجاح. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، خليل رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام والمشاهدون الأعزاء في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج لطائف المعارف. وسأقف اليوم على قيمة من المعارف عظيمة، هي روح ولب العبادات، بل هي روح ولب جميع الأعمال. وإذا خلا منها العمل خلا من قدر عظيم ومن ركن جليل من الأركان. سأتحدث عن الخشوع، ولكن قبل حديثنا عن الخشوع لابد أن نعرف معناه. ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو التذلل والسكون والتواضع، ومن ذلك قوله جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. خاشعة وخشوع بمعنى ساكنة متذللة، ظاهرة الافتقار. هذا الخشوع نحن مطالبون به دوما، رجالا ونساء، والخاشعين والخاشعات. يقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: عاتبنا القرآن بعد 4 سنين من نزوله. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: استبطأ الله قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. ألم يأن للذين آمنوا، يعني ألم يحين، ألم يأتي أوان، ألم يأتي أوان الخشوع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول علماء السلوك والمعرفة في الإسلام كالجنيد مثلا: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب، فهو يفسر الخشوع بالتذلل والخضوع. ويفسره العلامة ابن القيم بقوله: خمود نيران الشهوة وإشراق نور التعظيم في القلب. معناه الأمر على السكون والخمود والطمأنينة والسكينة والتذلل والخضوع. وأيضا فسر الخشوع بالتذلل وبالخضوع لله جل وعلا وبإقبال القلب على الله. فلما نقول الخشوع بعض الناس يتبادر إليه الصلاة مباشرة، يتبادر إليه الخشوع في الصلاة مباشرة. الخشوع في كل شيء، وهو أصلا بهذا التعريف محله القلب. لذلك كان حذيفة بن اليمان يقول:
إياكم وخشوع النفاق. قال وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا وأن يكون القلب غير ذلك، أن لا يكون القلب خاشعا لله جل وعلا. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يطأطئ رقبته كأنه خاشع، قال يا صاحب الرقبة ارفق برقبتك، فإن الخشوع في القلب وليس في الرقاب. هذا خشوع متكلف، هذا خشوع متكلف، خشوع الظاهر أنه ليس من القلب. لذلك قال له رضي الله تعالى عنه هذه المقولة. وقد رأت عائشة رضي الله تعالى عنها مجموعة من الشباب يمشون في الشارع يتماوتون، يمشون الهوينة وليس فيهم حركة ولا حياة. قالت ما بال هؤلاء؟ قالوا هؤلاء نساك يعني عباد. قالت كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. معنى هذا الكلام أن الخشوع الحقيقي إنما هو خشوع في القلب. فبالتالي الخشوع تذلل القلب، خضوع القلب، إقبال القلب على الله بالكلية. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالآتي: أولا تذلل القلب، ألا ترى بقلبك وفي قلبك أن لك مكانة عند الناس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخه يعني ابن تيمية، قال كان يقول من الخشوع والتواضع ألا ترى لنفسك على أحد من الناس حقا، وألا ترى لنفسك على غيرك فضلا. يعني لا ترى أن عندك عند الناس حق. مثلا بعض الناس يعلم ويدرس ويرشد وكذا، يقول ينبغي أن يعرفني الناس، للأسف الشديد. ويعتقد هذا للأسف الشديد أنه ينبغي أن يعظم وأن يجل، وأن لا تهدر حقوقه من التعظيم والإجلال، كأنه يريد أن يتقاضى أجر تعليمه للناس احتراما منهم. واحترام الناس لك إنما يكون من الله، لأنه هو الذي يضع القبول لمن شاء ولمن أراد ولمن أحب من عباده. وبالتالي هذا الكلام عجيب، لم ينتهي كلام ابن تيمية بعد. يقول صاحب الخشوع وصاحب التواضع بل العارف بالله لا يكون عارفا بالله ما لم يكن على هذا الأمر، لا يرى له على غيره حقا، ولا يرى لنفسه على غيره فضلا. قال ابن تيمية فلا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. فلا يعاتب المقصرين، لا يعاتبهم، ولا يطالب، لا يقول للناس اعطوني أبدا، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله، وأنه هو الذي يجريها، وأنه هو الذي يمنعها، وأنه الذي يعطي، وأنه الذي يعز، وأنه الذي يذل، وأنه الذي يرفع، وأنه الذي يخفض، وأن الأمر كله بيد الله جل جلاله في علاه. لذلك لا يطالب ولا يضارب. إما المراد الأذى، وإما المراد الاسترسال في الدنيا من المضاربة. بهذه المقولة نقف لنعاود بعد الفاصل أحبتي الكرام.
عدنا أحبتي الكرام والعود أحمد، وما زال حديثنا عن الخشوع، وبالذات عن خشوع القلب وعن تذلله وعن سكونه وعن إقباله على ربه. وقلنا يكون ذلك بأمور. أول هذه الأمور أن تعتقد بقلبك وأن تفرغه من هواه ومن شهوته. وكيف يكون ذلك؟ بالتعمق والتذكر والتدبر والاستحضار الكامل لأمر الآخرة، فإن هذا نافع جدا للقلوب لإفراغها من هواها. وأعظم من ذلك حسن معرفتك بربك وحسن وقوفك بين يديه تأدبا في جميع المقامات والأحوال. إذن كيف يكون خشوع القلب وتذلله؟ بأن تفرغ الهوى، أن لا ترى لنفسك على أحد من الخلق فضلا، أن تترك التعالي، وأسوأ التعالي كما قال ابن القيم المتعالي بالدين وليس بالدنيا. يعني شخص عنده مال لا يريد أن ينظر إلى الناس ويحتقره، هذا متكبر وكفى بهذا قبحا. أسوأ منه صاحب العبادة والنسك والصلاة والخشوع الظاهري، ولكنه يحتقر العبادة ويحتقر المذنبين، بل يرى أن العبادة ينبغي أن يحترموه نظير طاعته ونظير عبادته التي أتى بها. وهذا إشكال ما عبر عنه ابن القيم في مدارج السالكين بأن أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المذلين. مذنب وباك ومنكسر أفضل عند الله من عابد متكبر. طيب، هذا الخشوع أيها الأحبة أيضا خشوع القلب يدرك بعد إفراغ القلب من هواه إقبال القلب على الله بالكلية. وكيف يقبل القلب على الله بالكلية؟ بتعميق المعرفة. وكيف نعمق المعرفة؟ نعمق المعرفة بالتفكر وقراءة القرآن والتأمل في عظمة الخالق الباري جل وعلا، والنظر في بديع صنعه وعظيم خلقه وآياته الكونية وآياته المقروءة التي أنزلها كتابا يتلى إلى يوم القيامة، وما فيها من الأحكام والحكم والدرر والعبر والدروس والعظات والوقفات والمعاني الحية. كل هذه تحيي القلوب وتقود المسلم نحو الخشوع. لا بد أن نتحدث عن قيمة مهمة في الخشوع، وهي الخشوع في الصلاة، وهذا مما يفقده الكثير من الناس. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. الخشوع يعني أي شيء يفعل بغير خشوع. يذكرون الله ولا خشوع، يصلون ولا خشوع، يشيعون الجنائز ولا خشوع إلا من رحم الله. وهكذا أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون الصلاة. ورب مصل لا خير فيه، وقد تدخل مسجدا مليء بالمصلين وليس فيهم خاشع، كما قال حذيفة بن اليمان أو كما قال رضي الله عنه. هذا كلام مخيف. ورب مصل لا خير فيه، هذا صحيح، يصلي ومقيم على معاصي الله، مصل ويسعى في عصيان الله، أعوذ بالله. هذه والله مشكلة. إذن هذا الخشوع خشوع الصلاة. الصلاة من أركانها الخشوع، ولكن إذا نقص الخشوع ولم يذهب بالكلية فإن الصلاة صحيحة وتجبر بالباقيات الصالحات وبالنوافل، ولكن ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت.
إلا ما استحضرته وكنت عاقلا له. والعقل بالمناسبة عقل لأنه يحد صاحبه. يقال عقل الناقة، اعقلها وتوكل، معناها اربطها واحبسها. والعاقلة في الدية هم قوم محصورون من عصبة الرجل، يعني من أهله بالعصابة بالعصب، ويدفعون عنه المال. العاقلة تتحمل الدية. والعقل يعقل صاحبه ويحبسه عن المهاوي والردى. وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، إلا ما كنت مستحضرا حاصرا لما قلت وذكرت وفعلت في صلاتك. وهذا معنى لطيف ومهم جدا من لطائف المعارف، الخشوع في الصلاة. فرب رجل لا يكتب له من صلاته إلا عشرها. تخيل، صلى 4 ركعات يكتبوه صلى نص ركعة. الحقيقة تطلع الصلاة الصفي نص ركعة، الباقي كله سارح. كيف يكون هذا الخشوع؟ هذا باب طويل، ولعلنا نعاود الحديث عن هذا في حلقات قادمات من لطائف المعارف. ولكن سأذكر معالم رئيسة في قضية الخشوع في الصلاة. أولها حسن طهارتها وحسن التهيؤ والاستعداد لها. إن مما يسلب المصلي خشوعه عدم أو عدم 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 أو عدم استكمال الطهارة وعدم إحسانها. 1. 2. التهيؤ للصلاة من وقت كاف، وهذا مهم جدا. 3. أن تكون للصلاة في القلب قيمة وأهمية. اهتمامك بالشيء يجعلك تتقنه وتحسنه وتدخل متلهفا متعطشا محبا لذلك. 4. لا بد من أن تأخذ بأسباب حسية في الصلاة كالنظر إلى مواضع السجود والأرض. هذا يدل على الخشوع. وقد جاء في الحديث، وإن كان في إسناد الحديث ما قال الرجل الذي كان يعبث بلحيته في الصلاة قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، يعني لو سكن قلبه لسكنت جوارحه. وقلنا أن من معاني الخشوع السكون والطمأنينة والتذلل والخضوع. 5. إذا كنت مصليا لنفسك أن تتمعن فيما تقرأ، وأن تقرأ آية وأن تتفكر في هذه المعاني. وإن كنت تصلي مأموما فأن تتمعن ما يقرأ إمامك وأن تتابعه آية. 6. من أعظم ما يعين على الخشوع الابتعاد عن المؤثرات الخارجية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمامه ستارة فيها تصاوير أو فيها زخرفة، حتى ليس الصور حية، زخرفة، فقال ألهتني عن صلاتي آنفا. والآن المساجد تشغل الناس والموبايلات تشغل الناس. قد لا تدخل مسجدا إلا ويكتب لك اتصل بالسماء واترك الاتصال بالأرض، أغلق الموبايلات. حتى بعض الأئمة يقول للناس استووا وأغلقوا الموبايلات والجوالات. فبالتالي الابتعاد عن هذه الأمور الحسية مما يعين على الخشوع. وهذا ذكره العلامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين: التفكر في معاني الصلاة وفي حركاتها. فالوضوء طهارة للجسد لتحرص على طهارة الباطن.
كما قال ابن القيم: عنوان الظواهر دلالة البواطن. يقول ابن قدامة رحمه الله أيضا: الوقوف بين يدي الله جل وعلا يذكرك بالوقوف بين يديه في الموقف العظيم، وتستحضر أنك بين يدي ملك الملوك وبين يدي علام الغيوب. وركوعك إنما فيه من الخشوع وفيه من الخضوع وفيه من التذلل ما فيه، وتمامه بالسجود الذي فيه السجود بأشرف الأعضاء وأكرمها الوجه. كل هذا تفكرك فيه يولد الخشوع في الصلاة، وكذلك الخشوع في سائر أعمال الطاعات التي تحتاج إلى خشوع، ولكن أن يكون الخشوع في القلب، أن تدفع الزكاة وأنت بقلبك فارغ بأنك إنما تؤدي حق الله، وليس هذا حقك، ولا الفضل فضلك، ولا العطاء عطاؤك، إنما العطاء عطاء الله جل جلاله. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكذلك سائر العبادات. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا وإياكم أحبتي في الله، ويجعلنا وإياكم من الخاشعين، ويجمعنا وإياكم في جنات النعيم، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. دلني أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني حارت خطاي في بنيات الطريق درب